هل تعلم كيف بدأت المشكلات الكروية بين المغرب ومصر منذ سنة 2025؟ الحقيقة أنها لم تبدأ بسبب مباراة واحدة، بل بسبب 4 أطراف. بعد نجاح المنتخب المغربي في السنوات الأخيرة، زاد التنافس على زعامة الكرة الإفريقية، ومصر تملك تاريخا في إفريقيا، لذلك تحولت المقارنات إلى توتر. الإعلام الرياضي لعب دورا كبيرا، بعض البرامج والتصريحات كانت تستفز الطرف الآخر، ثم يتم تضخيمها وكأنها حرب. ثم جاءت وسائل التواصل الاجتماعي، أي لقطة أو قرار تحكيمي يتحول إلى ترند، وتبدأ الاتهامات بدل تحليل كرة القدم. ولكن الأخطر وجود طرف ثالث مستفيض. هذا الطرف لا يريد أن يزداد نفوذ المغرب داخل الكاف، لذلك يعمل بسياسة فرق تسد، يشعل الخلافات ويبحث عن نصف الفرص، ويجعل المغرب يدخل في عداوات مع دول أخرى. أما النفوذ الحقيقي في الكاف فهو ليس لدولة واحدة فقط. المغرب يملك قوة التنظيم والبنية التحتية، ومصر تملك قوة التاريخ والإعلام، والقرارات تحسم داخل تحالفات، والنظام القديم ما زال يسيطر في الكاف.